مكرونه وبانيه ازاي يعني؟ انت عايزه الناس تاكل وشنا؟ وايه يعني؟ ما هو فطار زي اي فطار. لا، اول يوم رمضان معروفه محشي وبط. الله، طب وايه علاقه المحشي والبط باول يوم رمضان؟ القصة بدأت بأم حبيبة الست الشقيانة اللي كانت بتطبخ أكل في البيت وتبيعه علشان تأكل ولادها، لحد ما ناس من جيرانها ابنهم رجع من السفر أول يوم رمضان، وكان بقالهم أكتر من 15 سنة ما شافوهوش لأنه كان مسافر برا مصر، وطلب من أم حبيبة إنها تأكل الشارع كله محشي وبط على الفطار. وفعلا أم حبيبة وقفت وطبخت أكل للشارع كله، ومن وقتها وابن الجيران ثبت ميعاد أجازته في مصر أول يوم رمضان، وبقى يكرر الموضوع ده كل سنة لحد ما الراجل ده مات، وابنه بقى بينزل مصر اجازه اول يوم رمضان كل سنه، وبيكرر اللي ابوه كان بيعمله بنيه افطار صائم على روح باباه. والعاده دي انتشرت من الشارع ده للشوارع اللي حواليه، لحد ما بقى كل ستات البيوت في مصر بتعمل محشي وبط اول يوم رمضان، واي عزومه بتيجي في الشهر بيقوموا عاملين محشي وبط. والموضوع ده بعد ما كان في نطاق شارع واحد بقى روتين سنوي بيتكرر في البلد كلها، ولحد النهارده محدش يعرف السبب ده كان وراه ام حبيبه. بس طبعا مش ام حبيبه لوحدها، ده لان من عادات المصريين القدماء ان اي شخص غريب بيجي يزورنا في مواعيد الاكل والشرب بيتقدم له افضل شيء موجود في البيت، وده نوع من انواع الترحيب. وطبعا لان مفيش اغلى من المحشي والبط، بقت العائلات لما بتعزم بعض بيشوفوا انواع الاكل الموجوده ايه على السفره، ولو مش محشي وبط يبقى كده هم غير مرحب بيه، وكأن المحشي والبط هم الدلاله على جوده الترحيب. وعشان العاده دي تثبت في عقل المصريين وخلاص بقى امر واقع انك لو بتحبني هتاكلني محشي وبط في عزومتك ليا اول يوم رمضان. وبس كده، يا ترى لو رحت عند خطيبتك اول يوم رمضان وما لقيتهاش عامله لك محشي وبط هتعديها ولا هتفركش؟ انا صفا دهب ودي رحله صفا، تابعوني.